سلام سلام حبيباتي، واش راكم مليح؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح كيما راكم تشوفوا غالياتي. اليوم جبت لكم السلطان المايده البنات. اليوم جبت لكم التشارك البنات، ما كاينش منا اللي ما يحبش التشارك. اليوم جبت لكم مع جميع اسرار نجاحي. جبت لكم واحد العجينه البنات تذوب في الفم، واحد العقده معسله البنات انديري عقده تاع التزيريات ماشي عقده تاع التشارك. البنات هاولي قسمت لكم حبه، شوفوا لي العقده من الداخل قعدت كيما درتها كيما قعدت تقعد معسله. نبداو بسم الله في المقادير. ما تنسوش البنات صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. هنا البنات في الريسيبيون جيبي 3 كيلات فارين البنات، هكذا يكونوا كيلات ممسوحين حبيبتي. ومن بعد هنا ديري لافاني، ديري ملعقه ماشي معمره تاع سكر ناعم، قرصه ملح، نخلطوا كامل النواشف مع بعض كيما راكم تشوفوا غالياتي هكذا البنات. ومن بعد البنات تجيبوا كيلة ناقصة إصبع تاع سمن يكون غامولي البنات. غامولي واش معناتها؟ معناتها من الباطا ديريه ديريكت هكذا. شوفوا البنات ما تذوبيش السمن، نو ديريه من الباطا ديريكت. كملي هذيك الإصبع بالزيت البنات. هذه هي طريقتي في التشارك، ناجحة 100%. يجيكم تشارك يذوب في الفم، يجيكم ما شاء الله البنات. من بعد نحو هذيك المدينة، أنا توجور نستعمل سمن مدينة. لا مارك الوحيده اللي نستعملها، جامي جربت لي مارك الاخرين ما نقدرش نقول لكم اسكو ملاح ولا لا. ومن بعد نبسس هكذا بيديا باش يولي لكم الخليط كيما تاع الغريبيه. هذا مكان عمليه بزاف سهله البنات. على بالي بلي كاين بزاف بنات ما ينجحوش في وصفه التشارك، تبعي معايا الوصفه. هذا مكان تولي محترفه في صناعه التشارك وصناعه الحلويات التقليديه والعصريه البنات. هنايا كان عندي الماء، كملته بالماء الزهر ودوكا نطم به العجينه البنات. هكذا نبدا ندير في الماء مع الماء الزهر ونعجن البنات. ما ديروش الماء على فوا على ضربه، نو نديرو غير بالعقل، باسكو كون ديروه على ضربه تجري لكم العجينه. هي العجينه كي نديرو فيها غير بالعقل تولي الماء كي نديروه يولي العجينه تشربو. هذا ما كان، ديرو غير بالعقل البنات حتى تولي لكم عجينه طريه، ما توليش طريه تولي عجينه طريه. هذا ما كان تحبسوا، ما تجروهاش وما تيبسوهاش. دوك نوري لكم القوام ديالها كيفاش يكون. فيما يخص الماء كل مره كيفاش انا في الصيف في الشتاء كل مره تتبدل الكميه تاع الماء اللي نديرها. ميم الفارينات تلعب دور كبير، كاين فرينه تشرب كاين فرينه ما تشربش. انا استعملت في هذا الشريك استعملت فرينه سي هكذا البنات. ومن بعد راني ندير كيما راكم تشوفوا الماء غير بالعقل ونخلط. لحقت لهذه المرحله حبيباتي. عجبكم الفيديو تاع اليوم؟ ما تنسونيش حبيباتي كومنتير شباب كيما نتوما، اللايك للفيديو، اشتراك في القناه ولا كنتو ماكمش مشتركين في القناه. هاوليك القوام تاع العجينه البنات. ودوك نوريلكم شحال بقى لي ماء. هذا واش بقى لي. نديروها في كيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح. انا خليتها ارتاحت الليله كامله، درتها مع العشيه حتى غدوه من داك باش بديت نخدم فيها. نتوما على الاقل ديروها صباح خدموا بها العشيه. نبداو حبيباتي الغاليات في الحشو. هنا عندي كاوكاو البنات. كي تشرو الكاوكاو ديت منه 3 كيلات. دوكا نوري لكم واحد العقده الطيب البنات. هذه العقده تخرج روعه 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 البنات تحكموا الكاوكاو كي تشروه ديروه في الفرن، ما يتبدلش اللون ديالو برك. تروح له ديك الخضوريه واحد 5 دقائق ونحوه طحنوه بيان هكا يكون رقيق. ومن بعد البنات هنايا جبت كاس ناقص اصبع تاع سكر مع كاس ناقص اصبع تاع ماء. شوفوا ما عمرتش الماء حتى للفوق، درتهم في الكسرونه ودرتهم فوق النار حتى يلحقوا مرحله الغليان. هكذا ديروا هكذا باش يذوب لنا هذاك السكر. كي لحقوا مرحله الغليان نديروا هذوك 3 كيلات تاع الكاوكاو ديالنا. كيما قلت لكم الكاوكاو ديروه كي تشروه توجور ديروه في الفرن، تخلوه واحد 5 دقائق ما يتبدلش اللون ديالو برك. تروح له ديك الخضوريه تحكموه تطحنوه حتى يولي لكم رقيق. ومن بعد نحطوه هكذا في الكسرونه. كي يولي هذاك الماء يغلي نحطوه كيما كنتو تشوفوا وتبداو تخلطوا. ما ديروش النار قويه، ديروا نار متوسطه. تخلطوا حتى هذاك الكاوكاو يتنحى لكم من قاع تاع الكسرونه. كيما راكم تشوفوا راهو بدا يتنحى من القاع تاع الكسرونه. هاوليك كي يتنحى لكم هكذا تنحوه هكذا يتبان لكم جاريه، بصح هي غير تبرد تشد روحها ما تخافوش البنات. هاوليك هاي
كي تولي لكم هكذا نحوها. ومن بعد البنات درت لها ملعقه صغيره سمن، ودرت لها عطر المزهر. عطر المزهر ضروري. ودرت لها عطر اللوز. اللي ما عندهاش عطر المزهر في الاول ما ديرش الماء، دير ماء الزهر هكذا البنات. ودرت لافاني، قلت لكم درت ملعقه سمن، ملعقه لافاني، عطر المزهر، وعطر اللوز. عطر اللوز حاجه ضروريه باش هذاك الكوكب تروح له البنه تاع الكوكب، تولي فيه البنه تاع اللوز. عطر اللوز المر انا استعملت هكذا البنات. العقده فن لازم تريح على الاقل، تريح ساعه، هي ساعه تريح في المجمد، تولي لكم تقدروا تخدموا بها. هنايا البنات عندي العجينه وزنتها على وزن 33 غرام، الحشو وزنته 15 غرام. البنات 33 غرام شتوا لي الحبه تاع الشرك خرجت كبيره، خرجت بومبي، ما تزيدوش فوق 33 غرام هكذا البنات. هنايا راني نفتح في العجينه هكذا، فتحوها كيما راكم تشوفوا على شكل مستطيل. عاونوا روحكم بالكوبات، تعاون بزاف بزاف في الخدمه كوبات، انا صديقتي في الحلويات كوبات بزاف نحبها. هذاك الحشو ديروا هكذا حرابش، بتعاونوا روحكم نتوما، وزنوا كامل العجينه، بعد وزنوا الحشو، ومن بعد ديروا الحشو حرابش، وبداو تخدموا باش تجيكم عمليه سهله هكذا البنات. ومن بعد كيما شفتوني فتحتو، روليت هذيك العجينه على الحشو وراني نغلق فيها. عمليه بزاف سهله. نورمالمون الصوره راهي تعبر عن نفسها حبيبتي. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم هذا مكان، وتكونوا استمتعتوا بلا فيديو. ومن بعد ندير هكذا هذا مكان، ودوك نوريلكم كيفاش نشكلوا الحبه تاع الشراك. هاوليك عمليه سهله هكذا هكذا حتى يتلاقاو هكذا البنات. هكذا ديروا الحبه ديالكم، ومن بعد تحطوها في الصينيه هكذا حبيباتي. حطوها كي تحطوها في الصينيه تعاودوا تسقموها، سي نورمال باسكو تخسر لكم الحبه، تعاودوا تسقموها هكذا في الصينيه. ها هي ليك الحبه تاع الشراك خرجت بزاف هايله. نعاود لكم حبه واحده اخرى، هذه المره نسرع لا فيديو. البنات كاينه حاجه ضروريه في الطياب، البنات شارك يقعد ليله كامله، ولا حطيه في المجمد كي يجمد لك طيبيه هكذا واحد الساعه، حطيه في المجمد ومن بعد طيبيه، وتكوني بيكيتيه ثقبتيه بالشوكه ولا بالكيردون. وفيما يخص الطياب تشعلي الفران درجة حرارة 180 درجة، طيبيه كامل من الفوق. ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم، تحمروا تشارك يطيب لكم دوغي. كي تشوفيه من تحت طاب تشعلي له غير شويه من الفوق، ما تخليش حتى يحمر بزاف، هكذا كي يولي دوغي تنحيه. تشارك الصح كامل ديالو هو الطياب، لا فوتي له في الطياب يخرج يابس، العقده تيبس. لازم الصح كامل في الطياب، ديريه كامل من الفوق. كي طيبيه ديريه في الكوشه ديالك، ديريه كامل من الفوق. مده الطياب كل وحده والكويزينيير ديالها. انا عندي فوغ فونتيلي، وريت لكم متشارك في الاخير. جاوني زوج سنيوات، جاوني واحد 24 حبه بهذيك الكونتيتي عفوا اللي ديتها لكم تاع الكاس تاع 220 مليلتر تاع وليد. هاوليك بعد ما طاب، هاوليك البنات انا درتو هكذا، هاوليك ما حمرتوش بزاف، هذا هو طيابو. كي حمر لي من تحت كيما كنتو تشوفوا، شعلت له غير ديري عفوا الصينيه تاع كامل من تحت وحمريه وتشعلوا له من الفوق وتحمريه. هنا البنات درت ماء الزهر، درت معاه ملعقه معمره كيما كتشوفوا، سكر ناعم، تخلطوا بيان تخلطوا بيان حتى هذاك السكر ناعم يذوب، خلطوا بالشوكه من الافضل. ومن بعد البنات هنا هاوليك التشارك ديالي، نحكموا هذاك التشارك نديروه في الماء الزهر، ومن بعد تحطوه في كسكاس ولا هكذا. هاك البنات هكذا تجوزوا في الماء الزهر. هذا مكان عمليه بزاف سهله البنات. ومن بعد دوك نوريكم كيفاش ديروا باش التشارك ديالكم السكر ما يبسش على التشارك. شوفوا لي البنات، تحكموا هذاك التشارك هكذا
تمسحوه كامل بالبابي. هذه العمليه لازم ديروها كي تمسحوه بالبابي باش هذاك السكر ما يبسلكمش على الحبه تاع الشارك. هذه هي الطريقه الصحيحه للترميد تاع الشارك. ومن بعد نجوزو كامل هذوك الحبات نديروهم. من الافضل ديروا غيسيبيون يكون كبير. انا الغيسيبيون اللي موف نرمد فيه كنت دايره فيه المقروط، سي بوغ سا لي ما رمدتش فيه. هذا ما كان رمدو في ان بلا تاع فوغ ولا سنيوه تكون كبيره باش تجيكم العمليه سهله في الترميد. البنات تجوزوا كامل هذاك الشراك هكذا، ترميو عليه السكر ناعم وترمدوه كامل في السكر ناعم وتخلوه يريح. لازم تخلوا هذاك الشراك ديالكم يريح باش يشرب لكم السكر. هذه العمليه لازم ديروها. دوكا خليه يريح، خليته يريح على الاقل، خلوه يريح نصف ساعه باش هذاك الشراك يشرب لكم السكر الناعم. انا خليته يريح ورحت كملت شغلي. هنا كنت مع الصباح، كنت مع الفطور وكامل، جوست درتو يشرب السكر ناعم ورحت كملت درت الفطور ديالي. ومن بعد كي كملت بريباريت الفطور ودرتو يطيب باش كملت رمت الشراك. هذه هي الطريقه الصحيحه في الترميد. ترميو عليه السكر ناعم ومن بعد تبداو هكذا بالكف تاع اليد تبداو تليسو في الحبه ديالكم هكذا البنات. ومن بعد نزيدو نسبودرو السكر ناعم من الفوق. ما تخافوش البنات، نزيدو نسبودرو له السكر ناعم، ما تكثرولوش السكر بزاف هكذا سي بون. ومن بعد نزيد معكم حبه واحده اخرى باسكو راني حنكمل ندير نسبودري عليه السكر ناعم من الفوق. هكذا جبت صفايه درت فيها سكر ناعم، تسبودرو كامل، لازم تغطيوه كامل بالسكر باش ما يبان حتى جهه ما فيهاش سكر. عباكم البنات كنتوا تشوفوا على كيفاش ناكل شارك نحكمه نحيلو كامل هذاك السكر اللي فيه حتى وهذه ما يبقى النتيجة فيه والو النهائية. سكر السلام عليكم. باش